السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بكلمكم من قدام بوابة معمورة الشاطئ. المعمورة وكل الناس عارفاها، كلها فيدل وكلها شقق سكنية وكمان مصيفية. طبعا هي قريبة شوية من القرى السياحية، في الشكل كده وفي الستايل بتاعها كأنها قرى سياحية، لكن هي جوه البلد وسكنية. وكمان تعتبر مصيف جميل لأهل اسكندرية أو اللي خارج اسكندرية. أنا دلوقتي قدام بالظبط الفيلا اللي احنا اخدينها للإيجار. هي مش الفيلا دي ولا الفيلا دي. احنا هنكمل مع بعض لغاية آخر الممر اللي كله شجر وورد وفل وياسمين. انا عايزاكم تيجوا تشموا تشموا معايا. انا ماشيه في وسط روايح جميله طبيعيه، بدون معطرات، جميله جدا. حاجه كده تفتح الصدر. كمان المناظر دي يعني عايزه كرسي واقعد، مش عايزه ادخل ولا اقعد اتربط في مكان ابدا ابدا. بصراحه منظر يجنن. الفيلا في الوش اهي، دي البوابه بتاعتها المفتوحه. قدامها المنظر الخلاب الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا المنظر الصبح تحفة. صوت العصافير بقى حاجة يعني تهدي الأعصاب. طبيعي كمان لون الخضرة والشجر والزرع والحاجات دي مع الروائح اللي أنا شميها، بجد تحفة. والجو كمان كان جميل ومساعدنا على إن احنا نبقوا سعداء. الجو مدينا بهجة فظيعة. كمان الفيلا حلوة جدا زي ما انتوا شايفين. دي كده المدخل ودي الحديقة الأمامية، وقدامها فوقيها كده بخطوتين بسلمتين كده موجود التراس. وكده أنا متجهة للحديقة الخلفية اللي هي جانبية يعتبر مش خلفية. كل الحجر أو كل الغرف بتطل عليها زي ما انتوا شايفين كده من الشباك. تقدري تشوفي الحديقة والزرع والخضرة. منظر جميل تصحي عليه ما شاء الله. انا كمان من اللي بيحبوا قوي صوت العصافير. هنا كده التراس. تقدري تحطي كراسي، عندنا جوه كراسي بلاستيك. تحطيهم في ترابيزة بره تفطري او تتعشي او تقعدي تاكلي لب بقى وزداني وكده وتهيصي. هنا كده اول ما بندخل بنلاقي ده الريسبشن. في شباك بيطل على التراس وعلى الحديقة الأمامية. هنا كده الأنتريه وقدامه بالظبط السفرة. وكمان جنب منهم الحمام الصغير. الحمام اللي هو مفهوش بقى بانيو كده. احنا كنا لسه بقى حاطين حاجتنا في الأرض ولسه ما دخلناهاش الأوض، فقلت لهم قلت لهم استنوا بقى ايه الأول أصور براحتي والدنيا فاضية يعني. كده ده احنا داخلين على المطبخ. وبعد كده في كمان ادي كده هنا غرفة. هنا بقى الطرقة اللي فيها الاوض، وكمان فيها الحمام اللي فيه البانيو عشان الشاور. اهي دي كده الطرقة في وش الريسبشن والمطبخ. هنا كده في حجرة، ودي كده تاني واحدة. يعني ساعات بقول حجرة ساعات بقول غرفة، خدوا اللي يعجبكم بقى. انا مش مركزة. كل غرفة فيها أوضة نوم كاملة. التسريحة والكومودينو والسرير والدولاب. كمان في مروحة وفي تكييف. وطبعا الستاير فظيعة لما بالهوا بيجي عليها كده وتطير، بتوصل لنا على السرير واحنا نايمين. دي كده غرفة كمان. يعني هما 3 غرف. كل واحدة فيهم فيها تكييف ومروحة. كمان ده بقى بالليل الإضاءة بقى. حبيت أصور لكم كمان بالليل عشان تشوفوا هي قد ايه منورة وجميلة. واحنا مستفادين بالحديقة بالليل وبالنهار. طبعا الولاد نزلوا يلعبوا تحت كوتشينة بقى ودومينو وشطرنج، يعني هيصوا كل الألعاب بقى. منديل والقطة العامية بقى يلعبوا كهربا بقى، يجروا بقى يلعبوا مع بعض وواخدين راحتهم. ومعانا كمان أطفال صغيرين مكناش خايفين عليهم لأن البوابة مقفولة. وكمان السلالم مش عالية فما كانش فيه أي قلق. بس صراحة القعدة كانت حلوة. احنا كنا بعد ما نخلص سهرتنا بنيجي نكمل سهرة تانية هنا بقى في التراس. بصوا بقى شكل الشجر، لوحة فنية. ده باباز ده.
لسه بقى بصوا انا بوريكم الباباز لسه بقى شويه كده والنهار هيتلاقوه طلع او بيشق. من اجمل المناظر بقى الطبيعه مع الشروق، ياه الشمس كده وهي بتطلع بيبقى حاجه تحفه. انا بحب بقى خصوصا لما يكون برا البيت يعني، ويكون بقى في شجر كده وزرع او بحر، يعني الاتنين بيبقى حاجه جميله اهو. بصوا كده جبتهولكوا كده من الاوضه بتاعه النوم بتاعتي، بصوا الجمال تحفه. كمان المكان في كل وقت بصراحه شكله حلو، يعني بالنهار حلو وبالليل حلو. بصوا كده، بصوا حتى شكل البوابه مختلف الصبح غير بالليل، ملون. ايه الالوان دي؟ يعني الالوان بجد جميله. على فكرة ينفع فيها عيد ميلاد، تعملوا بقى عيد ميلاد، تعملوا مناسبة عائلية، قرية فاتحة، يعني حاجات اللي هي البسيطة، حفلة نجاح، ينفع والله، لان هي حلوة يعني شكلها حلو. انا بقى كده بوريكم كل حتة انا عجباني. انا بصور لكم الفيديو بحب بصراحة، فعشان انا لما بكون حابة مكان بحب كل الناس تحبه زيي او يشوفوه بعينيا. يا رب اكون افدتكم والفيديو اللي انا عملته يكون حببكم في المعمورة وفي المكان اللي انا كنت فيه. ولو حد حابب يروح المعمورة بقلب جامد روح، تستاهل بصراحة التجربة. لو كنتوا برا مصر او برا اسكندرية او برا المعمورة من اسكندرية يعني، روحوا وان شاء الله يعني هيعجبكم كل حاجة فيها. كمان الفيلا ايجارها مش غالي، وكل حاجة موجودة هناك سعرها زيه زي بره، يعني زيه زي اقرب سوبر ماركت منكم. بالنسبة للسوق، بالنسبة للعيش، وبالنسبة للسوبر ماركت، اي حاجة او اسماك وطيور، يعني كل حاجة هتلاقوها موجودة هناك وعلى متناول ايديكوا. اسعارها شبه اسعار اللي احنا بنشتريها، يعني متداولة العادية. مش عشان هي مكان بقى كمصيف فالحاجة غالية فيها، لا خالص. كمان احلى حاجة بقى بالنسبة لي انا يعني شخصيا، ان انا لو حاجة نسيها كنت اقدر اروح اجيبها من البيت وارجع تاني. فيعني وقت ما 10 دقايق اكون في البيت، 10 دقايق ارجع تاني، فالموضوع كان حلو جدا بالنسبة لي. وكان اول مرة ان انا اخد مكان في المعمورة. دايما بروح يوم واحد وارجع، يعني اروح حتى كمان بعد المغرب متأخر، بسهر لحد النهار ما يطلع واخد كفايتي واروح. فاول مرة بقى اخد مكان واقعد فيه. آه، احنا بناخد دايما في الساحل او في مطروح، فبالنسبة لي المعمورة دي يعني في المحافظة عندي، فكنت بروح وارجع في نفس اليوم، مفيش مشكلة. التجربة حلوة ويا رب اكون افدتكم. المعمورة فيها وسائل ترفيه جميلة، فيها كافيهات ومطاعم، فيها ملاهي، فيها عجل طول النهار كده على الكورنيش. بيبقوا مشغلين دي جي، بيبقوا مشغلين حاجات للأطفال. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ومع السلامة.